طيب حلو. انا ليه عملت الفيديو عن الفيزا تاني او شرحت الفيزا تاني؟ اولا في حاجتين جداد اللي هم اليوك اي دي، وده مهم جدا، والسبب اللي انا اترفضت بسببه اللي هو اتفه ما يكون، بجد اتفه ما يكون. ازيكم؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ عارف ان انا غبت عليكم الفتره اللي فاتت، احنا بقالنا اكتر من 7 شهور ما نزلناش ولا فيديو عن اي حاجه، بس ده طبعا لاسباب انا كنت لمحتها او شرحت عنها شويه في الفيديو اللي كنت بتكلم فيه عن الترحيل، ان انا كنت هترحل. والفيديو ده مهم جدا لان في نقط مهمه انت ممكن تقع فيها وانت اصلا ما تعرفش عنها اي حاجه. ممكن لو حابب ترجع تشوفه هتلاقيني سايب لك اللينك بتاعه فوق، هيظهر لك. عايز اقول لك ان انا خلال فتره دراستي جوه تركيا فانا قدمت على الفيزا بتاعت تركيا دي 5 مرات، عملت عنها فيديوهين، كنت في كل مره بتقبل فيها كنت بنزل فيديو اشرح فيها الحاجات اللي خلتني اتقبل والحاجات اللي خلتني اترفض. زي ما قلت انا قدمت على الفيزا 5 مرات، اترفضت 3 مرات واتقبلت مرتين. دي اول مره وانا كنت لسه صغير شويه، ودي تاني مره، دي اللي هي المره بتاعت دلوقتي. اترفضت بسبب غبي جدا عمر ما كان هيجي في دماغي، واعتقد ان انت ممكن عادي جدا تعمل نفس الغلط اللي انا وقعت فيه، لان هي حاجه فعلا مكتوبه من الشروط واساسيه لكن انت مش هتاخد بالك منها خالص وممكن توقعك عادي جدا. قبل بس ما احكي لكم انا اترفضت في ايه، احنا هنراجع مع بعض كده للناس اللي اول مره تشوف الفيديو الاوراق اللي مطلوبه للفيزا بشكل صريح، لان في حاجه كمان اتضافت اسمها اليوك اي دي، وده 3/4 الطلاب بلا استثناء كلهم، مش 3/4 ما يعرفش عنه اي حاجه. في الاول هنتكلم على الاوراق اللي انت بتحتاجها عشان تقدر تقدم على الفيزا. اهمهم طبعا اللي هو يكون معاك اثبات قيد من جامعه تركيه حكوميه او ايا كان جامعه تركيه بشكل عام. اثبات القيد ده بيختلف عن خطاب القبول لان في ناس ما بتقدرش تفرق ما بينهم. خطاب القبول ده اللي هو بيجي لك في الاول يعرفك ان انت اتقبلت في التخصص ده، وبيديك مهله من وقت لوقت انك تيجي تخلص اجراءاتك وتسلم ورقك وتدفع المصاريف، وبعد كده بتاخد اثبات القيد. السفاره بتكون محتاجه اثبات القيد ده، مش محتاجه خطاب القبول في حاجه. خطاب القبول ده انت ممكن يجي لك انت اتقبلت في التخصص ما تثبتش فيه فيبقى ملوش اي لازمه وقتها، فانت لازم تثبت وتدفع المصروفات. تاني حاجه طبعا انت تسلم للسفاره ايصال دفع المصروفات ده. طيب كده اثبات القيد وايصال دفع المصروفات. تالت حاجه طبعا انت بتسلم لهم صوره من جواز سفرك، وبيكون لازم على الاقل ساري لمده 6 شهور، ولازم تسلم لهم صور ليك وكشف حساب بنكي. كشف الحساب ده بيطلب لاخر 6 شهور عشان يشوفوا التعاملات اللي بتخش الحساب وبتطلع منه، هل الطالب هيقدر يصرف على نفسه وهو هناك ولا لا. وبشكل عام يعني ايا كانت التعاملات مش هتفرق كتير، اهم حاجه ان الكشف الحساب ده يكون شغال على مدار ال6 شهور. بتسحب بقى، بتعمل ايداع، بتشتري حاجات بالفيزا او ايا كان، مفيش مشكله. كشف الحساب ده مش شرط يكون ليك انت كطالب، ممكن تقدم كشف حساب والدك او والدتك، او تقدم بتاع والدك او والدتك مع بعض لو متاحين، ولو بتاعك متاح كذلك كشف حسابك الخاص تقدر تحطه معاهم، تقدم ال3 كشوفات دول مع بعض مفيش اي مشكله. زائد ان السفاره بتطلب منك انك تحط $50 على كل يوم هتقعده. فانت كطالب يعني المفروض انت رايح تدرس على الاقل تخصصك 4 سنين، فهتدرس 4 سنين، هتجيب لهم منين $50 لكل يوم؟ فعليا مش ده الصح، لان في طلاب قالت لي الكلام ده فعشان كده انا قلته. فعليا انت اللي بتحط $50 على مده الفيزا. انت اول ما بتخش تركيا الفيزا دي بتقعد بيها المفروض بحد اقصى 30 يوم. قبل ال 30 يوم دول المفروض انت بتكون مطلع الاقامه بتاعتك، فبعد كده بتقعد بالاقامه. فالفيزا كلها على بعض مدتها جوه تركيا 30 يوم، فانت بتحط $50 على مدار ال 30 يوم دول، فبتحط $1500. طبعا مش لازم تحطهم دولار في الحساب، ممكن تحطهم بعمله بلدك عادي جدا، بس بتحطهم بما يعادلوا ل $1500. الباقي بقى والحاجات السهله يعتبر هي صوره شخصيه ليك، لو انت دخلت تركيا قبل كده وكنت واخد ختم على الباسبور بتاعك بتصوره وبترفقه مع الورق. لو انت كان عندك اصلا اقامه هنا في تركيا قبل كده بتصوره وبترفقه مع الورق. لو خدت مثلا فيزا دخول لاي دوله من دول الشنجن تقدر برضه تصورها تحطها مع الورق. يعني دي حاجات زياده انت ممكن تحطها او ممكن ما تحطهاش، لكن في اساسيات زي الصور مثلا والحاجات اللي انا اتكلمت عليها ايه في الاول. طيب حلو. انا ليه عملت الفيديو عن الفيزا تاني او شرحت الفيزا تاني؟ اولا في حاجتين جداد اللي هم اليوك اي دي، وده مهم جدا، والسبب اللي انا اترفضت بسببه. اول حاجه خلينا نتكلم عليها لان هي مهمه عشان انت اكيد داخل الفيديو ممكن يكون عشانها، هو اليوك اي دي. ايه اليوك اي دي ده؟ اليوك اي دي ده حاجه اتطبقت جديده من اول سنه 2023. اي حد جاله قبول بعد سنه 2023 خطاب القبول بتاعه اللي هو الخطاب اللي بيجي له اول ما بيتقبل مش اثبات القيد، في خطاب القبول بيبقى مكتوب اليوك اي دي بتاعه. وممكن لو هو دخل في سنه 2023 ومش مكتوب في الخطاب القبول بتاعه بتروح للجامعه والجامعه بتديهولك. تمام كده، امرها بسيط. الناس اللي قبل 2023 زي كده طبعا ليهم يوك اي دي، بس اليوك اي دي بتاعنا كان مختلف، يعني كان كله ارقام. اليوك اي دي اللي السفاره بتطلبه بتقول لك انا عايزاه ارقام وحروف، حاجه في منتهى العبث. يعني انا رحت جبت اليوك اي دي بتاعي من على موقع الجامعه وسلمته لهم قالوا لي لا ده ارقام بس، احنا عايزين ارقام وحروف. فموضوع اليوك اي دي ده عشان جديد فمحدش كان يعرف عنه اي حاجه، بدليل ان انا فعلا ما كنتش اعرف حاجه. ولما كنت بسال الناس محدش يعرف ايه اليوك اي دي ده، لان هو اتطبق شهر 10 2023.
يعني من 5 شهور ما كملش، اللي هو اصلا ما فيش حد بيقدم على الفيزا في الفتره دي على فيزا طالب لتركيا بشكل كبير. طيب طلع ايه بقى اليو اي دي ده؟ انا شرحت لك لو انت بعد 2023، لو انت مقبول في سنه 2023 اللي هي السنه اللي فاتت، فهتلاقي في خطاب القبول بتاعك. لو انت مقبول في سنه 2024 برضه هتلاقي في خطاب القبول بتاعك. طيب اللي قبل 2023 بيعمل ايه واللي هو زيي وممكن كتير؟ انا قابلت ناس كتير اصلا عندها نفس المشكله، نزلت مصر مثلا حصل لها ظروف، او نزلت بلدها وحصل لها ظروف عايزين يقدموا على الفيزا تاني. بتسلم كارنيه الطالب بتاعك، بتاخد منه صوره، لازم يكون الاصلي معاك، كارنيه الطالب الاصلي معاك، بتاخد منه صوره وبتاخد الاصل وبتروح على السفاره بتسلمهم صوره مع الورق وبيطلعوا على كارنيه الطالب الاصلي، وبعد كده بتسلم وبتتقبل. كارنيه الطالب بيعوض اليوك اي دي، يعني اي حد معاه كارنيه طالب وما يعرفش ايه اليوك اي دي او مش عارف يجيبه بيسلم كارنيه طالب، فيما فوق بقى بعد كده بتقدر تطلعه عادي اصلا مفيش مشكله. فده موضوع اليوك اي دي. طبعا انا عشان اعمل الموضوع ده انا مش هحكي لكم التفاصيل، بس انا لفيت، رحنا للسفاره علشان تدينا ورقه نديها للام زد عشان يعرف ان نقدر نقدم بكارنيه طالب. يعني كان القصه الموضوع ما كانش سهل خالص، يعني انا قلته في دقيقتين قعدت فيه حرفيا مش اقل من شهر ونص. فده كان من طبعا الكوارث اللي انا قابلتها في اخر مره بقدم فيها دي. زائد بقى الكارثه الاكبر، انا اترفضت بسبب الصوره الشخصيه بس. يعني حاجه والله في قمه العبث، ده اسمه انا بالنسبه لي ده قمه العبث. انا اترفضت بسبب الصوره الشخصيه. ليه؟ انا زي ما وريتك قدمت مرتين، اول مره انا قدمت فيها اتقبلت، فالصوره اللي انا اتقبلت بيها، انا كنت اتقبلت في شهر 2 2023 وما عرفتش اسافر بسبب ظروف ليها علاقه بالجيش عندي، فعلى ما خلصتها كانت الفيزا خلصت، فكنت مضطر اقدم تاني، فقدمت نفس الورق، مش نفس الورق، هو يعني نفس الخطوات اللي انا مشيت عليها. اصل انا بساعد الطلاب في التقديم على الفيز، فانا اكيد عارف الورق اللي مطلوب، فازاي اترفضت؟ انت فاهم الفكره؟ وغير ان انا كنت مقبول قبلها مثلا بشهر ولا حاجه، انا بس ما عرفتش اسافر علشان انا كان عندي ظروف. فالمهم قدمت الورق اترفضت، قعدت شهر المهله وقدمت تاني اترفضت برضه. ففي المره الرابعه انا بالصدفه خدت بالي ان الفيزا اللي اتقبلت فيها في الاول بنفس الصوره اللي انا بقدم فيها في الفيزا تاني، فنفس الصوره دي، يعني انا مقبول شهر 2 2023 وبقدم شهر 10، فالصوره دي عدى عليها قد ايه؟ 6 شهور. وكان من الشروط اللي هتلاقيها على الورقه بتاعت السفاره ان الصوره ما يعديش عليها 6 شهور. فلما خدت بالي، طبعا الموظفين ما خدوش بالهم خالص، وده طبعا لبسنا انا لان هو غلطه الموظفين، لكن انا خدت بالي فسالت الموظف قال لي لا انت لازم تتصور علشان كمان الصوره دي انت مقبول بيها، فعلى السيستم عندهم هتبقى محطوط الصوره دي وانت مقبول وباين ان انت مقبول من 8 شهور، فكده عدى على الصوره 6 شهور، فلازم تغيرها. نفس الورق اللي اترفضت بيه اول مره وتاني مره هو تالت مره، كل اللي انا عملته انا غيرت الصوره اتقبلت. بجد يعني بجد الموضوع صعب، لان فيزا تركيا دي فيزا غاليه، يعني هي بالنسبه لدول اوروبا او دول كتير جدا الفيزا سعرها غالي مبالغ فيه. يعني الفيزا دلوقتي ب 208 دولار، فالسعر ده غالي، فبالتالي لما تتقدم عليها وتترفض مره واتنين انت بتدفع مبلغ كبير وبيغرمك بدون اي سبب عشان صوره، هتروح تصورها بايا كان سعرها ب 25 جنيه ولا ب 50 جنيه، يعني دولار. فاهم؟ الموضوع كان بالنسبه لي صعب. فبس ده بالنسبه لليوك اي دي. ده بالنسبه لسبب الرفض. اتاكد جدا ان صورتك ما عداش عليها 6 شهور، حتى لاول مره تقدم قدم بصوره ما يكونش عدى عليها 6 شهور، ده علشانك انت، عشان ده عيب جدا تترفض بسبب موضوع زي ده. وتاكد من كشف حسابك البنكي، وكشف الحساب البنكي ده في الفيديو اللي انا حاطه دلوقتي شرحت يعني كشف حساب البنكي ده بشكل تفصيلي، لان هو في مره كان سبب من اسباب رفضي، فبالتالي يعني اتكلمت عنه بكل التفاصيل. فبرضه ممكن ترجع تتفرج عليه، اكيد هيفيدك كتير. وانا دلوقتي وصلت بعد سنه معافره في موضوع الفيزا وموضوع الجيش. طبعا في قصص كتير جدا، انا طبعا الحاجات اللي انا وقعت فيها بقول في الاخر الحمد لله ان هي حصلت لنا، اولا انت بتتعلم منها فممكن تفيد بيها غيرك، وفي نفس الوقت ربنا ما بيكتبلكش غير كل خير. انا سبحان الله نزلت من تركيا يوم 15 واحد، كان 6/2 حصل الزلزال اللي حصل في المدينه يعتبر اللي انا عايش فيها. فالواحد بيقول في الاخر الحمد لله، يعني اي حاجه تحصل لاي حد قبل ما تقول ليه حصل كده لازم تقول الاول الحمد لله ان هو حصل كده، عشان اكيد ده الخير ليك. في السنه دي طبعا انا حصل معايا حاجات كتير جدا جدا، ف وليها علاقه طبعا بالسفر، فانا بحضر ليها فيديوهات تانية. الفيديو ده بس كان عفوي، قلت اصورك في الشارع عشان خلاص بقى اللي هو انا عايز اعمل كده بصراحه، اللي هو انا خلاص انا وصلت بعد سنه في الموضوع بجد صعب وهو اصلا سهل، فليه كان صعب كده؟ ده الواحد بيقول في الاخر عليه الحمد لله. وفي بقى مواضيع تانية كتير جدا، يعني ما تنساش تشترك في القناه عشان تشوفها بجد، لان انا جيت هنا لقيت الدنيا كلها اتغيرت. السنه اللي انا قعدت فيها دي كل حاجه اتغيرت، فدخلت كاني طالب لسه داخل تركيا، فبعيش تجربه او تجربتك بقى اول ما تيجي. فانا الفتره الجايه دي ان شاء الله، لان احنا يعتبر الى حد ما اجازه يعني،
هيجيب لكم كل التفاصيل، كل اللي ممكن يجي في دماغك. انا ذات نفسي بيجي في دماغي لاني بقى لي فتره بعيد عن تركيا، فبالتالي الحياه عليا جديده. هتلاقي ليها فيديوهات، هتلاقينا بنتكلم عنها. ممكن كمان تتابع الانستجرام ده، انا بقى لي فتره كبيره بنزل عليه كل حاجه. يعني انا بقى لي فتره هنا برضو، مش لسه النهارده جاي، فبنزل على الانستجرام ده كل حاجه تتخيلها. فممكن برضو تروح تعمل لي فولو، هتلاقيني سايب لك اللينك تحت. واتمنى يعني الفيديو يكون فاتكم. ولو عندك اي سؤال هتلاقي لينك الواتساب برضو تحت، تقدر تبعت لي عليه. لو عندك استفسار برضو ممكن تسيبه في كومنت هنا على الفيديو. واشوفكم في فيديوهات تانية كتير ان شاء الله. معلش بقى احنا بنصور في الشارع، انا حبيت ايه نعمل طاقة كده عشان انا من جوه مرهق. فالدوشة بقى. تحياتي. المهم